هل يظهر نيفيز أمام الأخدود؟ تقارير تكشف مستجدات مشاركته مع الهلال. موقف الهلال من عودة سعود عبد الحميد في الانتقالات الشتوية. صدمة كبرى، الهلال يعلن إصابة واستبعاد نجمه الأول من مواجهة الأخدود. محترف يوضح موقف الهلال في أزمة لودي. مفاجأة جديدة. 4 أندية إنجليزية تترقب. جوكر الهلال يغادر القلعة الزرقاء في يناير. سبب تأخر الهلال في تمديد عقدي سافيتش ونيفيز. اشتركت في قناة شبكة المشجع الهلالي على اليوتيوب. نعم اشتركت، وهي مصدري الأول لأخبار الزعيم الملكي. أنت كمان اشترك، ايش تنتظر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا. فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. كشفت تقارير صحفية عن موقف لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من المشاركة في مباراة فريقه الهلال أمام نظيره الأخدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين. ويخوض الهلال مواجهة قوية أمام الأخدود مساء اليوم الخميس في لقاء يقام على ملعب المملكة أرينا وسط تطلعات جماهير الزعيم لمواصلة الأداء القوي. هل يشارك نيفيز في مباراة الهلال والأخدود؟ ووفقا لما نشرته صحيفة اليوم، فقد شارك روبن نيفيز في التدريبات الجماعية الأخيرة للفريق، وظهر بحالة بدنية وفنية جيدة بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته على الفريق في الفترة الماضية. وكان المدرب الإيطالي سيميون إنزاغي قد استبعد نيفيز من قائمة الفريق التي خاضت مباراة العدالة ضمن منافسات كأس الملك بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وغياب نيفيز عن مواجهة العدالة شكل مصدر قلق للجهاز الفني، خاصة مع أهمية اللاعب في وسط الملعب، إلا أن عودته الآن تمثل دفعة معنوية كبيرة للهلال قبل موقعة الأخدود. ويعتمد إنزاغي على نيفيز كلاعب محوري في تنظيم اللعب وصناعة الفرص، ما يجعل عودته اليوم ورقة رابحة في حسابات المدرب، خاصة في ظل المنافسة الشديدة في دوري روشن السعودي. كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة نواف بن سعد من عودة سعود عبد الحميد لاعب نادي روما الإيطالي والمعار إلى لانس الفرنسي إلى صفوف الزعيم. إنزاجي يتحكم في عودة سعود إلى الهلال، وارتبط سعود عبد الحميد بالعودة إلى دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من بوابة العديد من الأندية في مقدمتها الهلال ونيوم. وأفاد مصدر في تصريحات لصحيفة اليوم صباح اليوم الخميس أنه لا يوجد لدى إدارة الهلال ما يمنع من عودة سعود عبد الحميد لصفوف الفريق متى ما كان هناك اتفاق مشترك وقناعة وحاجة للجهاز الفني لخدمات اللاعب. وسيتفاوض الهلال مع سعود عبد الحميد صاحب 26 عاما لإقناعه بالعودة إلى صفوفه، وذلك في حال حاجة الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي سيميوني إنزاغي إلى خدماته خلال الفترة المقبلة. أعلن نادي الهلال عن السبب وراء استبعاد المهاجم الأورغوياني داروين نونيز من التدريبات الجماعية التي تسبق مواجهة الأخدود في بطولة دوري روشن السعودي 2025-2026. ورغم رغبة نونيز في المشاركة في المران والإصرار على التواجد في اللقاء، قرر المدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي استبعاده من التشكيل، مفضلا منحه راحة لتفادي أي مجازفة. وذكر نادي الهلال عبر حسابه بمنصة إكس أن داروين نونيز لم يكمل الحصة التدريبية، وذلك نظير شعوره بآلام في الركبة، حيث أكمل برنامجه في صالة الإعداد البدني والعيادة. ويسعى الزعيم بقيادة مدربه سيميوني إنزاغي إلى مواصلة انتصاراته في الدوري السعودي بعد فوزه الأخير على العدالة بهدف نظيف سجله العبد الله الحمدان. ومن المنتظر أن يعتمد الهلال على المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بشكل أساسي أمام الأخدود بعدما تم قيده رسميا في القائمة المحلية للفريق بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو. تستمر المتابعة بشأن أزمة البرازيلي رينان لودي لاعب فريق الهلال، والذي فسخ عقده رسميا من طرف واحد مع الزعيم ببيان نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إنستغرام. وكشف الإعلامي الرياضي أسامة النعيمة عن تفاصيل موقف نادي الهلال في أزمة لاعبه البرازيلي رينان لودي، مشيرا إلى أن إدارة الهلال لم تقع في أي خطأ، وأن المسؤولية تقع بالكامل على اللاعب عقب قراره بفسخ عقده من طرف واحد.
وخلال ظهوره في برنامج سبورت سنتر أوضح النعيمة أن عملية إعادة تسجيل اللاعب ليوناردو ضمن قائمة الفريق الأول قبل انتهاء فترة التعاقدات تعزز سلامة موقف النادي، كما أكد أن لودي استعجل في اتخاذ قراره بالرحيل قبل انتهاء المهلة المحددة. الهلال يشكو لودي. بحسب ما كشفه الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، فإن نادي الهلال لم يقف مكتوف الأيدي، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد اللاعب، معتبرا تصرفه غير قانوني ومخالفا لبنود العقد الموقع بين الطرفين. وأوضح الإعلامي الرياضي في تصريحاته أن الهلال قام بإعداد ملف قانوني متكامل يوثق كافة الإجراءات التي اتخذها منذ التعاقد مع لودي، مؤكدا أن موقفه القانوني قوي ومدعوم بأدلة رسمية. وأشار الإعلام الرياضي إلى أن الملف المقدم للفيفا يتضمن نقاطا قانونية عديدة، من بينها التزامات اللاعب التعاقدية والمراسلات الرسمية التي جرت بين الطرفين، إضافة إلى إثباتات تؤكد أن النادي لم يرتكب أي مخالفات تعاقدية. يقترب البرتغالي روبن نيفيز لاعب فريق كرة قدم بنادي الهلال من الرحيل عن صفوف القلعة الزرقاء بنهاية الموسم الحالي، والذي يتزامن مع نهاية عقده. نيفيز يتلقى راتبا أسبوعيا يبلغ 410,000 جنيه استرليني مع نادي الهلال السعودي، حيث انتقل قادما من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوري السعودي للمحترفين في عام 2023، ويقترب الآن من نهاية عقده مع النادي. الهلال يسعى لتجديد التعاقد معه، لكن اللاعب السابق لولفرهامبتون يرى أنه ما زال لديه أهداف لم يحققها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل بالعودة إلى إنجلترا بناء على ذلك، وفقا للصحفي غرايم بايلي. وذكر التقرير بأن نادي نيوكاسل تواصل بشأن صفقة محتملة للاعب الدولي البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن في النهاية لم يتم الانتهاء من الصفقة، وبقي اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في السعودية، لكن النادي طلب أن يظل على اطلاع بوضعه قبل العام الجديد. كما يرغب توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد أيضا في إبرام صفقة مع نيفيز، ويتطلعان إلى خطوة محتملة في يناير، ومع ذلك قد يكون لدى نيوكاسل أفضلية في السباق للحصول على توقيعه بسبب ملكيتهم. كشف تقرير صحفي اليوم عن سبب تأخر إدارة نادي الهلال السعودي في تمديد عقدي الثنائي السربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز، اللذين ينتهيان في يونيو المقبل. الميزانية وراء تأخر الهلال في تمديد عقدي نيفيز وسافيتش. وبحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السعودية، فإن السبب وراء عدم تمديد عقدي روبن نيفيز وسيرجي سافيتش حتى الآن مع نادي الهلال يعود إلى ارتباط التمديد بميزانية النادي. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الهلال ترغب في استمرار الثنائي، نظراً لكونهم من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق خلال الفترة الماضية. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع الهلالي، نراكم في فيديو قادم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.